لحد ما صحيت قلت لهم روحوا انا جاي وراكم او ماشيين. طب يا استاذ عاصم معلش بس نقف هنا بعد اذنك. تعال، عارف ان اتصورت مع حضرتك ليه؟ ليه؟ عشان مثلا لو حد شاف عم عاصم بيعمل حاجه زي كده، لو حد مثلا اتبقى منه شويه اكل في البيت، هو الاكل لو عايز تاكل انا عايز القطه تسمع كلامك ما تعملش حمام على السلم والكلام ده. انت بتيجي تقول لهم مثلا انا احط له اكل في الحته الفلانيه، القطه بتسمع كلامه وتفهم. تمام، تفهم يعني مثلا انا مثلا اقول لهم ما يطلعوش هنا، ما بيطلعوش. ايوه ما بيروحوش. انت فاض منك اكل، شويه سمك بايتين، شويه عض، بتحط لهم في جنب. انا هحط لكم اكل اهوت كل يوم بيجوا لك. وممكن لو حد بس حط علبه ميه برضه ده مش برضه بيروح يكسب. يشرب. لا يكسب ثواب. انا بتكلم على الناس اللي بتتفرج علينا. لو في اكل اتبقى منك ممكن ترميه قدام بيتك. لا تحط لهم في جنب على حاجه، مش ارميه لهم كده في وسط عشان الطريق. حط لهم على كرتونه على اي حاجه هيجوا عليه. على فكره يا جدعان، على فكره هو بيحط لهم اكل كمان على كرتونه، بيحط الاكل على كرتونه. ما بيتحطش على الارض، بنحط لهم على الكراتين وبننظف مكانهم كل يوم.